بابا نصلي. بابا انا كنت محتاج 100 جنيه. مش تقول ازيك يا بابا الاول؟ ازيك يا بابا عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. قول لي بقى، انت عايز ال 100 جنيه ليه؟ اصحابي عاملين ترند جديد بتاع المدرسين وبنجمع عشان نجيب له حاجه حلوه. هي حاجه حلوه يا حبيبي، بس انا لو اديتك الفلوس دي مش هتفضل فلوس في البيت. بس انا بابا لو ما خدتش الفلوس دي هيبقى شكلي وحش قدام صحابي. طب هو ينفع ما تروحش درس النهارده؟ بس كده مش هينفع بابا، في حس مهم هيضيع عليا. بس انت حبيبي لو خدت الفلوس احنا مش هنعرف ناخد النهارده. يا بابا مش مهم، اهم حاجه شكلي قدام صحابي. طب ينفع تاخد ال50 وال50 التانية نجيب اي حاجه ناكلها؟ لا يا بابا، انا واصحابي متفقين ان كل واحد يحط 100 جنيه. ماشي يا أخي. خد يا بابا اللي انت عايزه. يا ماما حضري لي الاكل. ايه ده يا بابا؟ امال الاكل فين؟ هسيب لك فين يا ابني؟ في المطبخ روح كله. يعني هو ده الاكل بتاعي؟ يا حبيبي ما انا قلت لك ان دي اخر 100 جنيه في البيت، المرتب لسه ما نزلش. يعني انا كده مش هاكل لحد المرتب ما ينزل؟ يا حبيبي انا سايب لك اللي فين تاكلهم. هو العيش ده هيتسمى اكل؟ والله يا ابني ده انا موجود. طب والله العظيم انا طافح. ايه زعلت؟ طب اجري بقى، الاكل جوه في المطبخ، بس انا كنت بعلمك درس مش هتفهمه غير لما تكبر. يعني انت يا بابا كان معاك فلوس وبتضحك عليا؟ والله يا ابني ربنا يعلم ان انا ما كانش معايا فلوس، بس انا اتصرفت وجبت اكل عشان ميبقاش شكلك وحش قدام صحابك. متطلبش من أهلك فوق طاقتهم. أهلك بيعملوا المستحيل عشانك، بس أنت مش حاسس، مش مقدر ومش شايف غير نفسك وبس. خايف على شكلك قدام صحابك، ومش خايف على مشاعر أبوك إنه مش قادر يوفر لك احتياجاتك. ما تجيش عليهم، عشان ربنا سبحانه وتعالى وصانا قال لنا وبالوالدين إحسان. صدق الله العظيم.